السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على تسمية الهيومن ليكوسايت أنتيجين. ودي يعني تيست مهم جدا لو في مثلا أي أورجان ترانسبلانتيشن أو أي ترانسبلانتيشن حصل في الجسم، تمام، عشان خاطر نلاقي ال very high compatibility، عشان خاطر ما يحصلش low reactive زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. تمام. فالهيومن ليكوسايت انتيجين نومنكلاتشرز قال لك ان في اول التسعينات من 1960 ل 1980 كانت التست دي بتعتمد على عم بال ال بتعتمد على وبتشتغل في قسم السيرولوجي، تمام. اللي هو شغل الانتيجين انتي بودي، بيكون معانا انتي بودي معروف وبنكون عارفين المقابل الكومباتيبيليتي بتاعه من الانتيجين. فالتست ده بيقوم طبعا جامع السيرم بتاع البيشنت ده، وبيجي مثلا يقوم حاطط الانتي بودي. لو حصل اجريجيشن يبقى خلاص، يبقى ده تمام، اتاكتف مع ده، ومن خلال الانتي بودي اللي معانا نقدر نتعرف على الانتيجين اللي موجود، تمام. كان اخره بيسميه الاستراكشر بتاع الانتيجين، تمام. يعني مثلا ممكن يقول لك ان ده مثلا هيومن ليكوسايت انتيجين A2 B5 مثلا، بس ما كانش بيجي خالص عند السبيسيفيك اكتر في الاستراكشر، سبيسيفيك البروتين سيكونسنج، سبيسيفيك الدي ان سيكونسنج، ما كانش بيعرف يجي خالص ناحيه الجين، تمام. فده كانت ده كان الكلاسيكال نومنكلاتشر الاول، تمام. وبالتالي كان بيكون في ليميتيشن في السيجريجيشن سيستم دي، تمام. يعني ما بيعرفش يديتكت الابيتوب بس من خلال الانتي بودي اللي موجود معانا، تمام. بس كمان ما بيعرفش خالص يجي ناحيه الاليلز، ما يعرفش الجروب بتاع الاليلز ده ايه، تمام. كمان الدي ان اي سيكونس والامينو اسيد سيكونس ما كانش بيعرفها خالص تما من خلال الانتي بودي اللي معانا ده. وزي ما انتم عارفين طبعا البيبتايد بايندينج فيها ريزيدوس، يعني البيبتايد بايندينج ممكن يكونوا نفس يعني الانتيجين ده يتعرف على اكتر من انتيجين من اشخاص معينين، تمام. الانتي بودي هقول لك ان كلهم بالتساوي زي بعض، ولكن سبيسيفيك اكتر لا، مش زي بعض، لان البيبتايد بايندينج فيه ريزيدوس، ممكن البوليمورفيزم باختلاف دقيق جدا، تمام. عند البيبتايد بايندينج كليف اختلاف سيكونس من الامينو اسيد، ممكن يكونوا نفس السيكونس بتاع الامينو اسيد ولكن اختلاف ال 3 دي ستراكشر بتاعهم، تمام. وعشان كده حاليا دلوقتي بقى في مودرن مولكيولر من الهيومن ليكوسايت نومنكلاتشر، تمام. دي طبعا سبيسيفيك اكتر للدي ان اي تايبنج، تمام. بعد ما اتطور طبعا اجهزه زي البي سي ار، زي السانجر سيكونسنج، زي النكست جنريشن سيكونسنج، ده بقى خلاص دومت بدأوا يتعرفوا على النيوكليوتايد المختلفين في الهيومن ليكوسايت انتيجين من خلال ما احنا نعرف سلسله الدي ان اي سيكونس او الامينو اسيد سيكونس، تمام. فكان كان البيزك فورم للمودرن نومنكلاتشر دي بيكون ليها ستراكشر كده. اول حاجه بيشوف الجين، انهي جين، بعد كده الاليل جروب، تمام. في الاليل جروب ده آه انهي انهي بروتين موجود في الاليل جروب ده، تمام. وال والسينونيموس دي بتكون يعني بيكون الليل بيكون سيكونس من الامينو اسيد موجوده في الجروب بتاع الليل ده، ولكن بيكون ساعات بيكون سايلنت، وساعات اكتر يعني ما بيتغيرش، بيكون نفس الامينو اسيد اللي موجود في الجروب بتاع الليل، تمام. كمان النون كودينج بيكون طبعا في جروب الالين، فده بيكون الاستراكشر فورم بتاع النومنكلاتشر. فمثلا عندنا مثلا بعد تيست مثلا معين اتضح ان معانا ايه، هيومن ليكوسايت انتيجين A ستار O2، تمام، O1. ال ال A ده الجين لوكاس، تمام. ال O2 ده الجروب بتاع الاليل، تمام.
ده الجروب بتاع الاليل. لحد كده احنا كنا بنجيبه من السجريجيشن، تمام، من السيرولوجي، اسف معلش، من السيرولوجي سيستم. لحد كده كنا بنجيبه من السيرولوجي سيستم. بعد كده بقى بدا يكون في سبيسيفيك اكتر. يعني مثلا الاو 1 ده احنا بدنا نجيب السبيسيفيك السيكونس بتاع البروتين نفسه، تمام. طيب في برضو مثال تاني، هيومن ليوكوسايت انتيجين دي ار بي 1 ستار او 4 او 1. دي ار ده كلاس 2 ريجن، تمام. الجين بقى بي 1 ده البيتا تشين، تمام. الاو 4 ده القليل بتاع الجروب. الاو 1 ده السبيسيفيك السبيسيفيك سيكونس بتاع البروتين، تمام. كمان بيكون طبعا بيكون فاريانت في الجروب بتاع القليل، تمام. فعشان كده هنا قال لك ان طب الكلينيكال دي مهمه بايه؟ طبعا زي ما احنا لسه قايلين مهمه جدا، لان بيكون الانتراكشن ما بين التي سيل الريسبتور بتاع التي سيل والام اتش سي، تمام، خاصه في البيبتايد بايندينج جراف بيكون هايلي سبيسيفيك. فلو زرعنا حاجه مثلا معينه لازم الاثنين يكونوا هايلي سبيسيفيك انتراكشن مع بعضهم، تمام، ويكون الكومباتيبيليتي ما بينهم عاليه جدا. غير كده هيحصل الو رياكتيف، والالو رياكتيف دي هيحصل دامج و جرافت ريجكشن كتير قوي للبلانت، ليه قصدي للاورجن او اي تشو يتزرع في جسم الانسان دي، تمام. فده كان موضوع التسميه في الفيديو ده. اتمنى تكونوا فهمتم ان شاء الله التسميه، تمام. آه، يعني الى حد ما التسميه دي بتكون اكتر للناس اللي هم شغالين في التست ده، هتنفعهم اكتر. كمان بالذات لو كمان انت عندك سكيل في ان انت تشتغل على البي سي ار وعلى الدي ان سيكونس من السانجر سيكونس او الان سي بي اي ان كان، تمام. فان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وتكونوا تابعتوا من الفيديوهات اللي فاتت، لان زي ما قلت الفيديوهات كلها مرتبطه ببعضها. العلم كله مرتبط مع بعضه. مفيش نقطة إلا لازم تكون لازقة في النقطة اللي قبلها عشان تفهم عشان تفهم النقطة دي والنقطة اللي بعدها والنقطة اللي قبلها، تمام. شكرا والسلام عليكم.